طبق اليوم من الاطباق الزمانيه الفاسيه القديمه واللي ما بقيناش نشوفوها بزاف. داكشي علاش اختاريت انني نوجد لكم قدره اللحم باللفت والحمص، طويجين بمكونات بسيطه وتوابلها محدده وقليله، ولكن تيجي ملبي ومذاقه مختلف ولذيذ. وغنرافقوه بالروز اللي غنوجدوه بالبهارات، مذاقه خرافي تيجي معلك وبنين. الحاصل ما نطولش عليكم ونخليكم تكتشفوا الوصفه. ايوا اجيو تشوفوا معايا العطريه اللي غنستعملوا في هاد الطويجين. كاين عندنا الزعفران، الملح، الخرقوم، سكينجبير، السمن المملح، الزيت البلديه وشويه الثومه. واللحم اللي اختاريت البقري من جهه الملج واللي تتكون فيه الجيلاتين وغيختار لنا المريق، والحمص واللي بطبيعه الحال مرطبينه ليله كامله. عندنا اللفت بوخاتم اولا اللفت الحجري واللي تيطلق لنا واحد الحلاوه في هذا الطبق ما تسخاوش منه. نجيبو فاش نرقدو اللحيمات ديالنا ونبداو نرطبو الزعفران في الماء السخون واللي هو ضروري وتيميز القدره. نحطو الملج واللي باين من الهزه ما غيشدش لينا الطياب. نزيدو على اللحم الملحه، سكينجبير، الخرقوم، السمن، الثومه، الزعفران اللي رطبنا والزيت البلديه، وندغمرو اللحيمات حتى يشدو اللون ديال الزعفران والخرقوم ويشربوا الإقامة. وكيف ما شفتوا معايا البنات العطريه قليله ولكن مركزه. انا استغربت في البدايه انها ممكن تخرج لنا هذا الطبق المميز، ولكن التجربه تستاهل. لهلا يخط علينا ناس الزمان. نجيبوا الطنجره ديالنا نحطوا فيها اللحيمات وما نضيعوش الإقامة اللي بقات، نزيدوها حتى هي. وخذي البصله المتوفره عندك، انا استعملت البصله البيضاء، قطعيها جوانح اولا شلضيها انتي واللي تتفضلي. نزيدوها على اللحم ونضيفوا زيت النباتيه وعويد ديال القرفه. ايوا اختي وسيري جيبي العواد ديال القزبر، دقيهم اولا فشخيهم واللي تيعطيو نسمه مميزه لهاد الطبق. نزيدوهم في الطنجره وربيطه ديال القزبر ماشي المعدنوس، ونديو اللحيمات يتشحروا فوق البوطه شويه. وبعد ما تقلى اللحم نرويو بالماء السخون وبالكميه الكافيه اللي غيطيب لينا فيها مع الحمص، ونمشيو نفركو الحمص ديالنا اللي مرطب ليله كامله بالطريقه العاديه، اولا نستعملوا حيله جديده. ناخدو كاسرول فيها الماء طيب، نديرو فيها الحمص مع خماره ديال الحلوه ونحطوها فوق العافيه وعيننا عليها باش ما تفيضش. وملي تطلع الغليه نطلقوا عليها الماء من الروبيني. وشوفوا البنات الحمص تيتقشر بسهوله وما حدنا حنا طالقين الماء، والقشره تتفلتر الفوق والحمص تيبقى لتحت. اسرع طريقه باش نقشروا الحمص. ونجيبوا منديل يكون نقي نديروا فيه الحمص ديالنا ونجمعوه على شكل كموسه ونخليوه اتساع فين يتنفخ لنا الحمص. نعقدوا الكموسه ونزيدوها في الطنجره اللي تيطيب فيها اللحم. وبعد ما ضفنا الكموسه ديال الحمص نقتلوا العافيه ونخليو القدره طيب غير على المهل. ونمشيو نقشروا اللفت الحجري اولا اللفت بوخاتم حيت ما تيشدش الطياب، تيكون طري وفتي بين ما تلبات لنا المريقه واختارت. وكيف ما تتقول المثله اللفت اللي ماكلاه يتمرغ في ترابه. وفعلا مثل في الصميم، حيت الاغلبيه ديالنا تنستعملوا اللفت غير في الكسكسو وما تنخضروش به، ولكن الفوائد ديالو صحيه ومتعدده، خصوصا اننا داخلين على فصل الشتاء ومحتاجين اننا نعزوا المناعه. وحيت بان ليا الحمص وجد واللي الخميره ديال الحلوه تتهريه وتتسرع عليه الطياب، زولته من الطنجره هو العبيدات ديال القزبر وقلبت اللحيمات لقيتهم باقين خاصهم الطياب. درت الحمص في كاسرول وخليته على جنب بين ما طابت ليا المريق. ودابا ندوزو نرميو الفيساس ديالنا. ضفت عليهم اللفت الصفر واللي فيه شويه ديال المروره تتواتى مع الحلاوه ديال اللفت الحجري. المريقه تلبات وبدات تتختار، اما الريحه والله البنات الى ناس زمان كانت ماكلتهم بنينه. وفي الاخر زدت ربيطه ديال القزبر باش تزيد تنسم لينا المريقه. ودابا ندوزو نشوفوا الطبق اللي غيرافق لينا طويجين قدره واللي عندنا فيه الروز. الا كان عندكم بسمتي يكون حسن، انا استعملت غير روز كلاصي صفر. خديت الروز ديالي وغسلته بالماء مزيان حتى تنقى، وخديت الطنجره درت فيها الماء مع الخرقوم البلدي وحطيتها حتى غلات فوق العافيه. عاد زدت عليها خويا ديال الزيت النباتيه وضفت الروز باش يتسلق نص سلقه. والعطريه اللي عندنا فيها السمن المملح، الزعفران شعره، الخرقوم البلدي، الملح، الزيت البلديه، تشكيله من البهارات. كاينه الكوزه، نجمه الباديانه، القرنفل وورقه سيدنا موسى، وكاينه حبات الهيل، بسيبيسه، النافع، وإلا عندكم الكامون البلدي
حتى هو وظفوه. والزبيب بعد ما تسلق الروز نص سلقه صفيتو وشلطت بصيله، وبديت تنضيف على البصله الزيت النباتيه والبلديه، السمن، الزعفران، الملح والابزار، وبديت تنجمع في البهارات ديالي غير هو القرنفل حيدوا ليه النباته باش ما يطلقش لكم المروره في الروز، وعويات ديال القرفه اللي ما ذكرتوش في الاول. حكيت الكوزه وضفت الزبيب وديت الطنجره تشحر. واحد الريحه طالعه من هاد البهارات عجيبه وتتفتح الشهيه. نضيفوا الروز والماء الكافي اللي غيكمل فيه الطياب ديالو، نغطيوه بورق الطبخ ونزمطو عليه بالقفاله ديال الطنجره ونخليوه يشرب النكهات ويطيب على المهل. وإلا بغينا نطلو عليه نحضيو من البخار اللي طالع من الجناب لنتحرق باقي غير شويه ونحيدوه. وها هو طاب وشرب والحبه مفروزه على اختها. نزيدو خويات ديال الزيت البلديه وتمتعوا ليا بهذا الروز. وما بقى لينا الا نسربيو الروز ديالنا في طبق التقديم واللي زينتو بالكركاع واللوز مقلي والبيستاش، وتيبقى التزيين على حسب المتوفر عندك في المكسرات. ونمشيو نطلعو على الطنجره ديالنا واللي مرقتها اختارت وتلبات. وما بقى لينا الا نقدمو الشهوه ديالنا في طبق التقديم واللي سخنته من قبل. حطيت الحماز ديالي اللي طابو زبده وتنحاول نهزهم غير بالمهل، وخالفت اللفت الصفر والحجري باش يعطيو منظر جميل للطبق كيف ما تيقولوا العين تتاكل قبل من الفم. وسربيت الحمص ديالي في وسط الطبسي، بقيت بالمريقه اللي ترغات ووقفات. وهذه هي القدره، ولكن ماشي قدره تويميه، حيت القدره تويميه تتحضر بالحمص واللوز وتجي حتى هي شهوه منها. غادي نخصو حلقه ونوجدوها مجموعين بالدجاج البلدي. وهذا هو الروز اللي تيجي معلك ومنسم بالبهارات. ولا بغيتي تعتمديه كطبق رئيسي زيدي فيه صدر ديال الدجاج ملي تكوني تشحري البصله وتفكريني. وبهكذا نكونوا كملنا حلقتنا اليوم مع قدره اللحم باللفت والحمص على طريقتي، أكلة قديمه وعريقه ولكن مذاقها خيالي. ضروري ما تجربوا هذا الطبق خصوصا ملي تيكون اللفت موجود. ونتلاقاو مع شيوات جديده وافكار اخرى. السلام عليكم.